الجميع جوه نادي الزمالك منتظر ومستني صفقه حامد حمدان الفلسطيني لاعب وسط نادي بتروجيت، احد نجوم بطوله كاس العرب، احد اللعيبه. في لعيب كده صفقه بتقول الصفقه دي لو جت هتفرق وهتنقل الفريق في حته تاني. ده بينطبق على حامد حمدان. ما وصلني اقول لك مش هطول عليك ان الساعات اللي فاتت ديت المقربون من حامد حمدان جالهم قالوا يا جماعه طب بتروجيت عايز كام؟ استاذ ممدوح عباس هيدخل ويتحمل ويتكفل بالصفقه. الثلاث طلبات النهائيه من بتروجيت كام؟ 25 30 ايا كان، بلغونا الاستاذ ممدوح عباس هيتدخل وهيحسم الصفقه لنادي الزمالك وهو اللي هيتحمل قيمه الصفقه. ده اللي وصل للمقربون من حامد حمدان. اتمنى حامد حمدان ما يروحش اي مثلا في عروض على فكره وصلت للاعب الفتره اللي فاتت كتير، وفي عرض مش عارف من الدوري القطري. لا، اتمنى ان حامد حمدان الاقيه في الدوري المصري. ده هيضيف للدوري المصري وقوه للدوري المصري ومكسب للدوري المصري. هنشوف هل صفقه هتحسم لنادي الزمالك خلال الساعات اللي جايه، هل الزمالك خلاص هيوفر المبلغ ويتحملوا كاش كله ويتم تدبير المبلغ لصالح نادي بتروجيت، هل الاهلي وبيراميدز يخشوا في الصفقه. هنشوف الساعات الايام اللي جايه ديت. انا بالنسبه لي بعد بطوله كاس العرب هتبقى حاسمه بشكل كبير جدا 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 في مصير صفقه حامد حمدان.